صرحت الفنانة المغربية سعيدة شرف على هامش الندوة التي نظمتها يومه الأربعاء في أحد الفنادق المصنفة بالدار البيضاء للرد على زميلتها دنيا بطمة حول القضية المثيرة للجدل والمتعلقة بحساب حمزة مون بيبي بمجموعة من التفاصيل. واستهلت شرف حديثها ب أقسم بالله ما بغيتها تدخل للحبس، وتقصد هنا مواطنتها دنيا بطمة، نافية ما صرحت به الأخيرة حول تقديم شرف لشكاية ضدها. أنا إذا درت بها شكاية فأنا أتنازل عنها قدام المغاربة كاملين. ووجهت شرف كلامها لبطمة قائلة: قاو عندك محادثة خاصة بينك وبين حساب حمزة مون بيبي، مستدلة بصورة من ذات المحادثة والتي تتضمن صورة زوجها مرفوقة بتعليق جاء فيه: راجلها كيبيع الحوايج في نيويورك وساكن غير مع الدراري أويلي، ما لها على هذه التزويج الشارفة. وأضافت شرف حديثها قائلة: أنا هي الضحية وليت كان دافع على راسي، حيث صورتيني بطريقة خايبة للناس وبحال أنا هي الشريرة، مبرزة معاناتها الكبيرة مع الحساب سابقا. بسبب الحساب كنت خايفة وكنبات نبكي وما كنتش كننعس، وحتى أنا أم وعندي وليدات وولدي مراهق. وردت شرف على تصريح بطمة حول أن القضاء برأها من الحساب وأنصفها وليس لها علاقة لا من قريب ولا من بعيد به، قائلة: علاش كذبتي على المغاربة، مشيرة إلى الجرائم التي بصددها تمت متابعة بطمة ومعاقبتها، ولعل أبرزها المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة في بث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم. وفي الأخير التمست سعيدة شرف من زميلتها عدم تسييس القضية وربطها بقضية الصحراء المغربية، قائلة: الكل غنى، فالصحراء ابتسام لطيفة سلمى، علاش غادي نحسدك نتي وعافاك لا داعي لتسييس القضية، حيث الصحراء قضية كل المغاربة وبعيدة كليا عن حمزة مون بيبي.